في ناس مش عارفه مثلا، يعني مثلا لما تيجي تتكلم معاه تقول له انا ازاي ممكن اعرف لوكيشن حد انه في الويب سايت هو دخل فيطلع لك في البراوزر ان هو عايز لوكيشن، فدي بتحصل ازاي؟ يقول لك ده الجافا سكريبت بيعملها. لا، هو مش الجافا سكريبت اللي بيعملها، هو البراوزر اللي بيعملها. البراوزر هو اللي مدي اي بي اي للجافا سكريبت، يقدر ان الجافا سكريبت يستخدمها عشان يعرف يعمل حاجه زي كده. الفهم ده بيفرق كتير جدا. احنا بنتكلم في بروجكتس احنا بيجي لنا بروجكتس الحمد لله بتبقى سكيل كبير شويه، انا عايز حد فاهم الحته دي. بقينا عايزين حد عارف ياخد قرارات، ودي اول نقطه النهارده بقت كسوفت وير انجينير قادر ياخد تكنيكال ديسيجن، اختار دي امتى وليه، واختار ايه اصلا في الحاجه الفلانيه في الموقف ده. فعشان كده بعد ما الناس بتخش بقى ارض المعركه نفسها ويبدا يستخدم الاي اي، بيفرق بقى الشخص اللي بيبلان وبيحط الافكار اللي عنده وبيوجه الاي اي، انا بنفذ وخلاص. وغير وفي الاخر بيوصل بيخلي الاي اي بس على مرحله الاكسكيوشن. ده بجد الاوتبوت بيكون اوتبوت فعلا توب نوتش، يعني ما فيهوش غلطه. هو فعلا هو ليه؟ لان انا انت قادر حتى تتناقش معاه في اللي طالع، يعني انا قادر اقول له الاوتبوت ده ممكن تكلمني على الفيتشر دي ليه؟ احنا بنشوف في البي ار مهازل في البي ارز اللي فتح في التيكتس او في الحاجات دي مهزله كده فاكرها. يعني ساعات بتلاقي اصلا الاي اي كاتب له كومنت، هو بيقول له مثلا انت ممكن تستخدم ديت، ممكن كده حرفيا هو سايبها في البي ار، يعني هو ما فتحش الفايل وعرف الكومنتس اللي الاي اي بيكتبها له. الاي اي لو سبته لوحده هتلاقيه فوق كل لاين حاطط لك عليه كومنت. فيري جود ايديا. ليت مي جيف يو 1 بالظبط. ومره كان في حاجه ثانيه كان مكتوب فيها كومنت في لاين في الستايلنج كاتب فيه جي بي تي مش عارف ريكومنديشن وتحتيها الكود، فانت بتيجي تتكلم معاه يقول لك نسيت اشيلها معلش. طب انت هو اصلا حطها ليه؟ لا مش فاكر بصراحه. فهي دي الفكره، حته ما فيش مراجعه ورا الحاجه الاوتبوت اللي طلع. النهارده بقى مطلوب ان هو يبقى عارف يعني ايه تيستنج، عارف يعني ايه يونت تيستنج، فاهم يعني ايه تيستنج، قادر ان هو في الاخر ان هو يطلع لي فيتشر فعلا شغاله.